بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. اليوم وصفة سريعة راح أعلمكم على السياح بس بطريقتي. السياح هو طبعا خبز بطحين التمن بطحين الرز، خالي من الجلوتين أكيد، وإن شاء الله يعجبكم. راح أبلش بالوصفة مباشرة. مثل ما تشوفون أنا دا أضيف طحين الرز، تضيفون الكمية اللي انتم محتاجين تسووها. انا بالنسبه لي هنا انا ضفت على قد خبزتين، فضفت تقريبا 5 ملاعق من طحين الرز، والماء اضيفه بشكل تدريجي، يعني كل شوي اضيف واشوف الثخن مالته. انا طريقتي خاصه اسويه خفيف، يعني مو مثل خبز السياح المتعارف عليه شوي ثقيل على معدتي، يعني فاستخدم هذه الطريقه شوي خفيف على المعده واقدر يعني اكله. اوكي اصدقائي، فنضيف الماء بشكل تدريجي مثل ما قلت لكم. طحين التمن طبعا أنا شخصيا طاحنته بالمنزل، لكن أكيد تقدرون تشتروا جاهز، لكن بالنسبة اللي عندهم تحسس جلوتين يفضل أنه يكونون متأكدين من المصدر حتى لا يصير عندهم إشكالات. وهو طبعا هذا الخبز لذيذ لأي شخص، مو بس اللي عندهم تحسس جلوتين، يعني ممكن يستخدمه أي شخص. تمام، شوفوا القوام مالته خفيف بهذا الشكل، يعني مو خفيف كلش ماي، ولكن يعني خفيف نوعا ما. يعني راويتكم القوام مالته. طبعا أضيف عليه الملح، إذا 3 مكونات فقط: ملح وماء وطحين الرز. خلاص هنا أنا أخلط وأبدي أسخن المقلاة أو التبسي الخاص بالخبز فقط، ما أستخدمه للأشياء الثانية حتى لا يخرب. لازم يسخن هنا على الآخر. وهذا هو الخليط مالتي. طبعا ثخن شوية لحد ما سخنت المقلاة، لذلك رجع ضفت له شوي ماي. هذه النقطة لازم تنتبهوا لها، كل شوية راح يثخن عندكم. أوكي، سكبته بهالطريقة مثل ما تشوفون، وغطيته بشكل مباشرة أغطي وأتركه. بعدين شوفوا راح تطلع عندي الخبزة بشكل سهل، يعني أقدر أشيلها وأقلبها على الجهة الثانية بهالشكل هذا. إذا تحبون تقلبوها على الجهتين، أنا أحب أقلبها على الجهتين وأستوها من الجهتين، يعني بهذا الشكل. لكن من تقلبوها طبعا ما يحتاج بعد تغطوها، يعني عند القلب بعد خلاص ما يحتاج تغطوها. وبهالشكل هذا تطلع عندي الخبزة الخفيفة واللذيذة، واللي ممكن تستخدموها بأكل أي شيء. يعني شوفوها طعمها لذيذ وسهلة وسريعة، وممكن يعني تخلون الطحين عندكم جوا ايديكم، وعلى السريع تسوي لكم خبزتين تاكلوها بألف صحة وعافية ان شاء الله تعالى. اصدقاء، ان شاء الله عجبتكم الوصفة، سهلة وسريعة وصحية إن شاء الله تعالى، وأكيد خالية من الجلوتين. أتمنى لكم صحة وعافية، وإن شاء الله ألتقيكم بفيديو آخر، وبحول الله طبعا وقوته، وأقول لكم مع السلامة.